لو انتي مقتنعة ان ممكن يبقى في صداقة عادية بين بنت وولد، استني دقيقة واحدة بس قبل ما تحكمي على كلامي. انا مش جاية اهاجم حد ولا اقول ان كل الناس غلط، لكن جاية اسألك سؤال واحد: ليه اغلب العلاقات اللي بدأت بجملة احنا مجرد اصحاب انتهت باعتراف بالحب او تعلق او زعل او قطعية؟ هل فعلا كانت صداقة ولا احنا ساعات بنسمي الحاجة بغير اسمها؟ الفيديو ده مش هدفه يهاجم حد اطلاقا، هدفه يحمي قلوب ناس كتير، وممكن يخليكي تعيدي التفكير في حاجة كنتي شايفاها عادية جدا. هاي يا بنات، ازيكم؟ وحشتوني قوي. النهاردة موضوعنا مهم جدا: انا ليه مش مقتنعة ان مفيش صداقة بين بنت وولد. الحلقة النهاردة رقم 15 من تحدي 30 يوم. لو ما تعرفوش ايه التحدي ارجعوا للفيديوهات. اقول لكم انا ليه مش مقتنعة بين الصداقة بين البنت والولد. الوقت اللي احنا عايشين فيه ده، البنت بقت بتقول ده مجرد صاحبي، او اي ولد يقول دي مجرد صاحبتي. حبيت اتكلم النهاردة عن وجهة نظر يمكن ناس كتير تتفق معايا وناس كتير تختلف، لكن تستحق اننا نفكر فيها بهدوء. انا شخصيا شايفة ان اللي بين البنت والولد ممكن يبقى زمالة محترمة، تعاون في الشغل او الدراسة مثلا، او تعامل في حدود الادب والاحترام. لكن كلمة صداقة معناها عميق قوي، اللي فيها أسرار واهتمام مستمر وكلام طول اليوم وخروج لوحدهم. بالنسبة لي دي منطقة فيها مخاطر كبيرة قوي، لأن الصداقة الحقيقية معناها قرب، والقرب مع الوقت بيخلق تعود، والتعود ساعات بيتحول لمشاعر من غير ما حد ياخد باله. كم مرة بدأ الموضوع بجملة احنا مجرد صحاب، وبعد شهور أو سنين واحد فيهم اتعلق بالتاني، ويمكن الطرف التاني ما كانش حاسس بنفس الإحساس، فنبدأ بقى هنا المشاكل. ساعتها بيكون في وجع وزعل وكسرة قلب، ويمكن تنتهي العلاقة كلها بخسارة الشخصين. المشكلة ان الانسان بطبيعته بيتأثر لما تلاقي حد يسأل عليك كل يوم، ويفرح لفرحك ويزعل لزعلك، ويسمع تفاصيل يومك ويهتم بيك شخصيا وباستمرار. طبيعي جدا ان القلب يبدأ يتعلق، وده مش ضعف، دي طبيعة بشرية. وعشان كده ناس كتير بدأت علاقتهم على انها صداقة، وبعدها اكتشفوا ان الموضوع اتغير. وفي ناس كانت متخيلة انها مسيطرة على مشاعرها، لكن مع الوقت لقيت نفسها بتتغير وبتزعل وبتنتظر رسالة وبتستنى اهتمام، وهنا الصداقة خرجت من معناها. خليني اوضح لك نقطة مهمة: انا مش بقول ان البنت ما ينفعش تتعامل مع ولد، اكيد لا، الحياة فيها دراسة وشغل ومواقف كتير بتجمعنا، لكن في فرق كبير بين التعامل المحترم والزمالة في حدود الحاجة، وبين ان الشخص يبقى اقرب واحد ليك، يعرف كل تفاصيل حياتك ويشاركك كل اسرارك. في فرق بين الاحترام وبين التعلق، وفي فرق بين التعاون وبين ان وجود شخص معين يبقى جزء اساسي من يومي. والبنت الذكية هي اللي تعرف تحافظ على نفسها، تحافظ على قلبها وتحافظ على كرامتها، وتعرف تحط حدود لأي علاقة. مش كل حد يضحك معانا يبقى قريب مننا، ومش كل حد يسمعنا يبقى يستحق يعرف كل تفاصيل حياتنا. في ناس بتقول احنا واثقين من نفسنا، لكن المشكلة مش دايما في الثقة، المشكلة ان المشاعر بتدخل من غير استئذان. محدش بيصحى الصبح ويقرر انه يتعلق بحد، الموضوع بيبدأ بخطوة صغيرة، خدي بالك، وبعدين خطوة ورا خطوة تلاقي نفسك ما كنتيش ناوية توصلي للمكان ده. عشان كده وضع حدود من البداية أسهل بكتير من علاج الوجع بعد كده. ولو انتي بنت، افتكري ان احترامك لنفسك بيبدأ من اختياراتك. اختاري العلاقات اللي بتضيف لحياتك وتحافظ على قيمتك وتخليكي مرتاحة نفسيا، وما تخليش حد يقنعك ان الحدود ضعف. بالعكس، الحدود دليل على النضج، ودليل على انك عارفة قيمة نفسك. وفي النهاية دي وجهة نظري، وكل واحد ليه حق يفكر بطريقته ويختار. لكن يا بنات، أنا مؤمنة إن الزمالة المحترمة شيء طبيعي، أما الصداقة العميقة بين البنت والولد فهي في كتير من الأحيان ممكن تتحول مع الوقت إلى إعجاب أو تعلق، ووقتها الأمور بتتعقد. وعشان كده الحفاظ على الحدود من البداية بيكون أسلم وأريح للطرفين. ولو وصلتي لغاية هنا اكتبيلي في التعليقات: الاحترام بيبدأ من الحدود. وحابة أعرف رأيك بكل احترام، هل تؤيدي الفكرة دي ولا ليكي وجهة نظر مختلفة؟ Thank you for watching.